يوم جديد الحقيقة من أيام الانتخابات. ما في شك أن الشعب الكويتي يمكن يشعر بشيء من الملل من كثرة الانتخابات 20 و22 و23 و24، لكن أنا أعتقد الأمر الإيجابي اللي نشعر فيه لدى الناس هم قدرتهم في السنوات الأخيرة بدءا من سنة 2020، قدرتهم الحقيقة على التأثير وقدرتهم على حسن الاختيار وقدرتهم أيضا على المجيء بمن يأتي بالعمل على الإصلاحات. وأنا أعتقد الإصلاحات الحقيقية بدأت من مجلس 2020، هذا أمر يجب أن يسجل. هي الأخوان اللي كانوا في ذاك اليوم اللي استطاع الشعب الكويتي، صحيح ما كانوا يشكلون أغلبية، لكن كانوا يشكلون مجموعة من الناس اللي استطاعت أن تأتي بتغييرات واضحة. ثم بعد ذلك أنا أعتقد تتالت الأمور في مجلس 2022 اللي أبطل، ثم في مجلس 23 اللي أنا أعتقد سجل سابقة تاريخية بكل المقاييس لم تتكرر في الكويت، لم تحدث في الكويت أساسا. وأنا أقصد بالسابقة التاريخية التعاون اللي حصل مع الحكومات المتعاقبة، بالذات مع حكومة سمو الأخ الشيخ أحمد نواف، لما وضعت لأول مرة في تاريخ الحياة السياسية في الكويت، في تاريخ الحياة النيابية في الكويت، الخارطة التشريعية لمجموعة من القضايا اللي كانت تستقطب اهتمام الناس، وما كانت تتعلق في جانب معين، لكن تتعلق بمختلف الجوانب. تأتي مقدمة دون شك الجوانب المتعلقة بمعيشة الناس، ثم أيضا في الجوانب التنموية، ثم في الجوانب المستقبلية، وبالذات ما يتعلق بقضايا مختلفة الحقيقة.